أتحداكم ما تنجح معكم القطايف أو ما تقدرون تقفلونها بعد هاي الوصفة. شوفوا الجمال وطعمه لذيذ وقرمشته رهيبة. أهلا حبايب قلبي، إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. راح نبدأ مباشرة بمقادير الوصفة. أوكي، أول شي هنا عندي كاسة من الدقيق ومعاها شوية ملح، وحوريكم بعد شوي الكاسة اللي استخدمتها، وأكيد فيكم تضاعفوا المقادير. حطيت فوقها نص كاسة من السميد الناعم، وملعقتين كبار من النشا، وملعقة ونص كبيرة من السكر، وملعقة حليب باودر اختيارية، وراح نخلط كل النواشف. اوكي، وهنا عندي ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، حطيتها موية تكون دافية اكيد، ونخليها تتخمر. عم تشوفوا الفقاعات اللي في سطح الموية، في سطح هون ما بعرف شو اسمه، بس لين تتخمر وياكم راح تضيفونها فوق النواشف. اوكي، عشان تفهموا علي، عندنا كاسة موية دافية، حطيت فوقها ملعقة خميرة فورية وغطيتها بطبق، وبعدها لما شفتها انها تخمرت حطيتها فوق النواشف. سهلة، صار فيها فقاعات وزادت الكمية. وبعدها صرت أضيف الكاسة الثانية تكون دافية بالتدريج، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، وأخلطهم لين يصير القوام زي كذا. بضيف عليه حبة البيض. وشي ثاني كنت حقوله نسيته، وبحب أحط دايما عليها فانيليا بكل الحلويات أو بكل الحلا. وهاي هي الكاسة اللي استخدمتها للطحين وللسميد الناعم. ولما تشوفون القوام صار زي كذا تغطونها وتخلوها ترتاح. نصيحة، لا تحطونها بالخلاط. أنا عن نفسي ما أحب أحطها بالخلاط، بس في ناس تحطها بالخلاط، بس أنا لا. وتخلوها حوالي نص ساعة ل50 دقيقة حسب نوع الخميرة اللي عندكم. اوكي، بعد ما ارتاحت ويانا راح نخلطها مرة ثانية شوي وفورا للفرن. اوكي، وعشان ما تجي سميكة راح نحركها شوي على شكل دائري، هيك على شكل دائري ونحركها. في ناس بتحبها سميكة بس انا ما بحبها هيك. يا سلام يا جماعة، شايفين الفقاعات؟ اول ما تشوفوا هاي الفقاعات راح تعرفوا انه الوصفة نجحت وياكم، مضمونة 100% من عندي اكيد. ونقطة مرة مهمة اللي هي النار لازم تكون متوسطة أو قليلة شوي. ليش؟ لتكون القطايف محمرة بس بالوسط وبالأطراف بيضة، وإذا بدكن إياها تكون كلها محمرة يعني تخلوها تستوي شوي زيادة. وما بنصحكم تخلوها تستوي كثير. ليش؟ عشان لما تيجون تقفلونها تلصق وياكم هيك. انا اخي بحب اخذ كل اللون نفس اللون، يعني محمرة كلها، ومع هيك تقفلت وياي عادي. وفي فكرة منتشرة اللي هي لا تحمروها على الجهة الثانية، فالفكرة مو صحيحة عشان ما تلزق وياكم. بالعكس، انا حمرتها من الجهة الثانية وتلزقت عادي. اذا حابين تجربوها وما نجحت معكم وما نجحت وياكم، مع انها راح تنجح اذا خليتوها تستوي من الجهتين، بتحطوا شوية مي وشوية طحين. يعني انا جربتها وناجحة معي وعادي. وللحشو راح نحتاج قشطة، وراح نحتاج كمان لوز وقرفة وسكر وزبدة، بس هيك، وماء زهر اكيد. وفيكم تحشوها شوكولا، فيكم تحشوها اي اشي انتو تبغونه. فللحشو حطيت كمية لوز فرمتها شوي صغيرة، وكمان ملعقة كبيرة من القرفة، وملعقة من السكر،
وماء الزهر بس هيك، والزبدة كمان لا تنسوها، حطيت ملعقة كبيرة. شوفوا مثل ما شايفين عم تلصق بشكل عادي، لأنه هي already عجينة من داخل، لسه هي عجينة، يعني ما عندها دخل انه تتحمر بالجهة الثانية. بس اذا خفتوا فيكم تحطوا طحين مع مي، او ما تحمروها من الجهة الثانية زي ما انتو تبغونها. وانتو اكيد حتكونوا غطيتوها بمنشفة لما تنزعوها من الفرن. ليش؟ لانه ما لازم تنشف عجينة القطايف، عفوا ما لازم تنشف وياكم، لانه اذا نشفت ما حتلزق وياكم. هي الفكرة. انا already عجينة العصافير كنت قفلتها بكل سهولة مثل ما شايفين، وراح نقليها وراح تطلع بيرفكت. وراح نقليها ونخليها لين تاخد هذا اللون، شي مرة رهيب. وهي سخنة بنزلها فورا على الشيرة او العسل. وهيك بنكون خلصنا. فالكبيرة قليتها والصغيرة عملتها على شكل عصافير. اوريدي هي مو صغيرة كتير، بس بيحبوها انا بالبيت كبيرة. انتو لضيوفكم عملوها صغيرة عشان الشكل تجي حلوة. وهذا هو شكلها النهائي. تجي مرة طرية من الداخل ومقرمشة من برا، وتجي اهم شي مقفلة، والطعم ما احكي لكم مرة لذيذ. وهيك بنكون خلصنا الوصفة. وإذا حبيتوا الوصفة لا تنسوا تجربونها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. وهيك نكون خلصنا وصفة اليوم، وإن شاء الله تعجبكم. ولا تنسوا تتابعوني وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهيك بالعافية عليكم ومع السلامة.